على عكس الصورة الوردية التي رسمها وزير الاتصال حول أوضاع حرية الصحافة بالمغرب بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، حيث أكد تراجع عدد القضايا المتابع فيها صحفيون أمام المحاكم إلى 61 قضية خلال ال10 أشهر الأولى من هذه السنة، وعدم حجب أي موقع إخباري أو إغلاق جريدة. رسم صحفيون ومنظمات مدنية وحقوقية خلال وقفة احتجاجية بالرباط صورة قاتمة عن هذه الأوضاع. واقع الحال لم يتغير، وأن دار لقمان لا زالت على حالها، وقضية هذه ديال علي أنوزلا وحدها اليوم كفيلة للرد على الوزير، وهي عنوان وكبير على واقع حال الصحافة في المغرب. وفيما نددت نقابة الصحفيين باستمرار تعنيف الصحفيين الذين يغطون المظاهرات، وطالبت بفتح تحقيق حول الاعتداءات التي يتعرضون لها. طالبت منظمة الدفاع عن حرية التعبير خلال وقفة نظمتها أمام البرلمان بوقف التضييق على المنابر الإعلامية والأقلام التي تنتقد سياسة الدولة. الصحفيون أصبحوا أكثر خوفا، والمنابر النقدية في المغرب إما توقفت أو هي في طريقها للتوقف نظرا للقمع والحصار بمختلف الأشكال. متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي أو قانون الإرهاب أمر مرفوض ومدان. سن قانون صحافة يستجيب لمتطلبات العصر من حيث توسيع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة. وأمام مقر التلفزة المغربية ندد صحفيون باستمرار المحسوبية في القنوات التلفزيونية الرسمية، وباستمرار هذه القنوات في خدمة نخبة من صانعي القرار وبثها لبرامج لا تكرس للهوية المغربية.